السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا النهاردة جاي بتكلم على آخر واقعة الإعلامي المحترم كابتن إبراهيم فايق. بقول لحضرتك حقك علينا، ويمكن السب والقصف اللي الشعب المصري كله سمعه عن والدتك يكون في ميزان حسناتها، ويكون ربنا أراد إن احنا الشعب المصري كله يترحم عليها. أما بالنسبة للراجل اللي أنت زعلان ومتضايق منه، وده حقك طبعا وحق شرعي إن أنت ترد عليه، انا برضو بضم صوتي لصوتك وببلغ رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي. بقول له ما ينفعش ان احنا كلنا متضامنين، اهلاوي وزملكاوي واللي ما بيشجعش كورة اساسا واللي ملوش في الكورة خالص، متضامنين معاك. وبنقول ازاي احنا كل شوية نسمع سب وقصف، وان البلد كلها الراجل ده عليه معاه سيديهات للناس كلها. الراجل ده سب وقذف الخطيب، الراجل دوت شتم سيد عبد الحفيظ. الراجل كل ما حد يعديه يقول لك ده اخواني وده ارهابي ودول عندهم اموال خفيه وبيمولوا من بره. هل الراجل ده اي كلام بيقوله، يعني سياده الريس، هل اي كلام بيقوله آه، ما يتسألش عنه؟ يعني لما يكون كل كمية البلاغات دي وكل كمية المحاضر دي، وراجل واخد حكم حبس شهر معرفش تقريبا او حاجة زي كده، وواجب النفاذ وما يتنفذش عليه، هل الراجل ده فوق القانون؟ طب الراجل ده مين سانده لما يطلع كل واحد يطلع يتكلم ويقول الراجل ده بيشتم ويقل ادبه، ويطلع في قناة على بتخش التلفزيون البيوت المصرية كلها ويشتم ويسب وبتاع؟ انا ذنبي ولادي وعيالي ومراتي ودنيتنا ايه ان هو يسمعوا كل شوية سب وقذف؟ دور وزير الاعلام فين ان القناة دي ما تتقفلش؟ مع احترامي لكل زملكاوي محترم، انا ما بتكلمش دلوقتي في كورة، انا بتكلم في اخلاق وفي احترام وفي تعامل ناس مع بعضيها. لازم يكون في اخلاق وموده وبين الناس وبعضيها عشان اعرف اسمعك وتسمعني. لكن انت اما تقعد تغلط في ده، الخطيب راجل ارهابي وراجل الناس كلها عارفاه ومحبوب وعنده كاريزما. سيد عبد الحفيظ بيروح لساحر عشان يكسب الماتش، والكوره بتبقى طالعه من بره الجون ومره واحده تخش جوه الجون. ايه كميه الهبل والعبط اللي احنا وصلنا له ده؟ ايه كميه المساخه اللي احنا وصلنا لها دي؟ البلد كلها بتتشتم، البلد كلها معاها سيديهات، وانت الوحيد اللي ماشي صح، انت وولادك وعيالك. مين بيقول كده؟ يعني في شرع مين يعني اللي انت بتقوله ده نسمعه ونقدر نفهمه؟ إيه، احنا بقينا اضحوكه وبقى الناس كلها تضحك علينا. كل ما واحد عايز يضحك يشغل الفيديو بتاع حضرتك يسمع وانت بتتكلم على السحر والشعوذه، ويقول بص الراجل ده بيقول ايه. ما ينفعش، ما ينفعش، عيب في حقك، عيب في حقك وفي حق اولادك وفي حق ناديك وفي حق كل واحد بيشجع الزمالك، ان انت تطلع تقل من لعيبه ومن جماهير وتقعد تشتم وتغلط. ده انت مسكت يا راجل، انت ما بتجيب لعيب، انت ما بتجيب لعيب وتقعده جنبك. اقسم بالله انا بحس ان انت رئيس مباحث وماسك واحد في قضيه مخدرات. اللعيبه كرهاك، اقسم لك بالله اللعيبه كرهاك، واللي قاعد معاك قاعد خايف، قاعد خايف تطلع عليه اي نصيبه. الحق انت فاكر شيكابالا ولا شيكابالا؟ خلي بالك انا انت كنت تحت المدرجات وقعدت تاكل فول وفلافل وانا مش عارف ايه، ورحت مسكت ميدو سلخته، ورحت مسكت ابراهيم سعيد سلخته، ورحت مسكت شوبير سلخته. البلد كلها وسخه، البلد كلها زفره، وانت الوحيد اللي محترم. يا اخي ارحمنا، يا اخي، يا اخي ارحمنا. مش كده، مش كده، عيب عليك. الراجل ابراهيم فايق كلمك، كابتن ابراهيم فايق اكلمك بقول لك انت راجل عديت ال 80 سنه، داخل على 80 سنه، فخلاص يعني انت بتلم ورقك، انت واحد بتلم ورقك. طب فاضل ايه؟ كل حاجه في الدنيا عملتها، مفيش حد غير ما شتمته وغلطت فيه وبتاع. خلاص بقى، توب لوجه الله، توب لوجه الله واستغفر، واطلع كده في التلفزيون وفي الاعلام وقول انا اسف لكل واحد انا غلطت فيه، وحقكم على راسي عشان الناس تسامحك. والله زي ما قال لك كابتن ابراهيم، هتنزل تربه لوحدك، محدش هيسندك، محدش هيقول لك تعالى وهنطبطب عليك. انا مش قادر اعرف الراجل ده ازاي لحد دلوقتي. انا بناشد برضه، برجع تاني لكلامي، بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقول له الراجل ده استحاله يكون موجود عايش في وسطنا والناس تقعد تسكت عليه. الناس كلها تعبت من كتر الالفاظ والشتايم اللي هو بيقولها. ويا ريت يا سياده الريس
نتخذ قرار ونفوجئ كده بقرار بغلق القناة، وإن هو نفذ الحكم عشان الناس تهدى وترتاح من كل شوية غلط في الناس. شكرا سيادة الرئيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.